بص الأول خليني أسألك سؤال. يعني إيه حقيقة؟ إيه هي الحقيقة؟ هي هتقلب بفلسفة شوية، ولكن لو فكرت إيه اللي إحنا متأكدين منه أو إيه فعلا الحقيقة المطلقة، غالبا مش هتلاقي إجابة، خصوصا لما ندخل في عالم الكم. فاكر أنت التجربة اللي اتكلمنا عليها؟ هي الدبل سلات اكسبيرمنت. قلنا إن الجسيمات الكمية بتتصرف شوية كموجة وشوية كجسيم. تخيل كرة صغيرة ممكن تكون موجودة في مكانين في نفس الوقت، وده اللي بنسميه السوبر بوزيشن في ميكانيكا الكم. طب تخيل معايا بقى ان الكون كله ممكن يكون شغال بالطريقه دي. العلماء بيقولوا ده ممكن، وان في اكوان جنب الكون بتاعنا شغاله بنظام مختلف، ودي نتائج حسابات رياضيه دقيقه. ده مش بس بيحصل على التاثير الكمي، خليني اقول لك ان ممكن اي قرار انت بتاخده بيخلق واقع جديد، بيخلق كون جديد باحتمالات مختلفه. في الفيديو بتاع اوتو تشوردينجر قلنا ان القطه ممكن تكون عايشه وميته في نفس الوقت، وانها من وجهه نظر ميكانيكا الكم هي عايشه وميته في نفس الوقت. ونهينا الفيديو باننا قلنا هي ممكن تكون عايشه في كون ولكنها ماتت في كون تاني، وكل الاحتمالات موجوده في نفس الوقت. يعني مفيش حقيقه واحده حصلت، الكون كله عباره عن سحابه من الاحتمالات. كل نقطه في السحابه دي بتقول انا ممكن اكون هنا او هناك. الاغرب من ده كله اننا لما بنحاول نرصد احتمال واحد بس هو اللي بيتم الوقوع عليه، وكأن الالكترون بيقول انا هختار المكان ده. شفتوني خلاص؟ ده مجرد وعي بشري. الرصد او القياس بيغير نتيجة التجربة، وكأن الالكترون بيقول كفاية مراقبة. ده عند الرصد او القياس، وده اللي بنسميه الابزرفر افكت او تأثير المراقب او تأثير المشاهد، ان المشاهدة بتغير نتيجة التجربة. وده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو بتاع الدبل سلات اكسبيرمنت، واتفقنا ان كل الجسيمات الكمية والغير كمية بتكون في حالة اسمها السوبر بوزيشن، اللي هو موجودة في كل الاحتمالات في نفس الوقت. وكل احتمال او كل اختيار ممكن يكون بداية لكون جديد. تخيل معايا انت قدامك مفترق طرق، لو خدت طريق معين حياتك بتكمل بمسار معين، لو اخترت الطريق التاني حياتك بتكمل بشكل تاني خالص، بشكل مختلف. ولكن سواء اخترت ده او ده مش معناه ان الاختيار التاني ما حصلش، هو حصل ولكن في كون تاني، بوعي تاني، بقوانين مختلفة تماما. وكل اختيار او احتمال بيتحقق بيكون بداية انطلاقة لكون جديد بالكامل. اكوان موازية، اكوان موازية. احنا بنعيش عوالم موازية، كل عالم فيهم بيعكس نسخة مختلفة من قراراتنا. كل احتمال بيمثل حياة جديدة تماما، مليانة قصص وحكايات مختلفة في كل الاكوان الموجودة. خليني كمان اقولك عن حاجة اغرب بتحصل في عالم الكوانتم فيزيكس. الحكاية ببساطة ان ممكن يكون جسمين مربوطين ببعض بشكل غريب جدا، بطريقة غريبة مهما كانت المسافة بينهم قد ايه، بحيث لو حصل تغير في اي جسم فيهم ده هيأثر عن التاني في نفس اللحظة، في التو واللحظة، في اللازمن. وده اللي بنسميه التشابك الكمي، الكوانتم انتانجلمنت. بص تخيل معايا ان انت ماسك خيط طويل جدا بيربط بينك وبين شخص بعيد جدا عنك، وكل ما تهز لا مؤاخذه الخيط الطرف التاني بيحس بالهزه دي لا مؤاخذه، يعني في التو واللحظه، في اللازمن. هنا بيتلاشى الزمن، مفيش تعريف للزمن هنا. هزيت هنا التاني هيحس في نفس اللحظة، يعني لا مكان ولا زمان ليهم معنى هنا. لما يكون في كوانتم انتانجلمنت، لما يكون في تشابك كمي بين ده وبين ده، مفيش زمن ولا مكان، ملهمش معنى، ملهمش تعريف، ملهمش قوانين. وكأن لما بيكون بينهم ترابط كمي او تشابك كمي بيعيشوا حالة سحرية من الترابط، بيبقوا جزء من نظام واحد، وكأنهم بيتواصلوا بلغة خاصة خارجة عن قوانين الفيزياء اللي احنا نعرفها. ده وقتها يعني، لكن احنا دلوقتي عارفينها، نتكلم وقتها. سنة 2017 العلماء اثبتوا التشابك الكمي بين فوتونات على بعد 1200 كيلومتر. ده تحدي القوانين الفيزياء، لان المعلومات هنا بتنتقل بسرعة كبيرة جدا، اكبر من سرعة الضوء. يعني كل الجسيمات المتشابكة كميا قادرة انها تنقل المعلومات في اللازمن. طبعا مين اللي اتضايق من الكلام ده؟ اسم الله عليك، اينشتاين. وهنا بتبدأ الفكرة اللي ممكن تقلب كل مفهومنا عن الكون. ماذا لو التشابك الكمي ما بيحصلش في نفس الكون، ولكنه بيشتغل كجسر بين كونين؟ تخيل ان كل الاكوان المتعددة مترابطة بخيوط غير مرئية من التشابك الكمي ده. يعني جسيم في الكون بتاعنا ده ممكن يكون متشابك كميا مع جسيم في كون تاني، وكل اشارة هتحصل هنا هتأثر هناك، والعكس. يعني ممكن يكون قرارك او الايحاء باي فكرة او باي معلومة او باي حاجة ده ممكن يكون مصدره كون تاني، وده هنجيله بعدين في حلقة تانية مش في الحلقة دي. وده بيفتح ابواب لتفسيرات لحاجات كتير احنا ممكن نكون بنحس بيها ولكنها بتفلت من فهمنا، زي الالهام مثلا. ايه اللي ممكن يخليك تحس انك عارف حاجة بدون اي مقدمات او احلام غير مفهومة؟ او الالهام بيجي لك مرة واحدة حرفيا بدون اي مقدمات.
دي كلها اشارات جايه من اكوان تانية، نسخه منك بتعيش تجربه مختلفه تماما وبتبعت لك رسائل من خلال التشابك الكمي ده من غير قصد، وكأن كلنا بنتحرك في شبكه عملاقه من الاكوان. كل فكره او كل احساس ممكن يكون نتيجه تواصل بين كونين مختلفين بين نسختك هنا ونسختك هناك. بص طبيعي انا لو سالتك عن بدايه الكون هتقولي البيج بانج، تمام. هل البيج بانج هو حدث فريد يعني حصل مرة واحدة لكون واحد، ولا هي سلسلة من الانفجارات كل انفجار فيهم بيكون كون جديد، والسلسلة دي لا نهائية وأزلية يعني ملهاش لا بداية ولا نهاية؟ ممكن يكون كوننا احنا بقوانيننا احنا بوعينا احنا ممكن يكون ليه بداية حقيقية اللي احنا نعرفها من 14 مليار سنة بعمر الكون بتاعنا ده، الكون المرئي اللي احنا عرفنا نرصده نشوفه يعني. ولكن الوجود كله، العالم كله، الشبكة العملاقة دي من الوعي، الشبكة العملاقة دي من الوجود، هل فعلا ليها بداية؟ يعني هو بيج بانج واحد، ولا هو سلسلة لا متناهية من الانفجارات كل انفجار فيهم بيجيب كون جديد بقوانين جديدة بثوابت مختلفة تماما؟ وده ممكن يؤدي إلى أكوان غير مألوفة بالنسبة لك. يعني في أكوان ماتت من قبل ما تتولد، كانت فيها الجاذبية عالية جدا فماتت بحاجة اسمها البيج كرانش، انسحقت على نفسها، ماتت قبل ما تتولد بسبب الجاذبية فيها عالية جدا. ولكن الكون بتاعنا بالصدفة البحتة كمل لان الثوابت شغاله مع بعضها. ثابت الجاذبيه دقيق كفايه انه بيسمح بوجود حياه او يسمح بوجود الكون اللي احنا عارفينه ده. كمان ثابت بلانك المتحكم في الطاقات دقيق كفايه ان يخلي الكون يشتغل مع بعضه بالطريقه دي، يكون فاين تيونينج يعني يكون لذيذ كده وانت فاهم. ده مش معناه ان الثوابت دي كلها ثوابت مطلقه، دي ثوابت نسبيه بتفرق من كون لتاني. العالم الفيزيائي سيدني كولمان بيقول ان بسبب التقلبات الكمية ممكن الاكوان تخلق اكوان جديدة بسبب التقلبات الكمية دي اتكلمنا عنها في فيديوهات البيج بانج، ممكن ترجع لها بقى. والاكوان الجديدة دي بتتخلق بقوانين وثوابت مختلفة، يعني كل مرة بيحصل فيها انفجار ده بيؤدي الى خلق كون بثوابت وقوانين مختلفة تماما عن الثوابت بتاعتنا احنا في الكون ده. يعني زي ما قلت لك في اكوان ماتت قبل ما تتولد، في اكوان تانية قدرت تكمل ولكنها ما قدرتش تكون حياة. يعني في كون كوكب زي كوكب الارض ما تكونش، وفي كون تاني اتكون كوكب الارض ولكن الانسان ما كانش موجود هناك، وفي كون تالت الديناصورات ما انقرضتش، وكون في بشر ولكن مش بشكلهم اللي احنا نعرفه، وكون تاني في كائنات متطورة اكتر مننا واذكى مننا وعندهم انسانية اكتر مننا موجودين في الكون ده وبيتعاملوا بالثوابت بتاعتها. دول اتكونوا او اتخلقوا بسبب الظروف معينة اتجمعت مع بعض ادت الى وجودهم، زي ما الظروف بتاعت الكون بتاعتنا اتجمعت مع بعض. فحضرتك شرفت، منور يا نجم. وفي كون ما اتولدش عليه اسحاق نيوتن، ده اكتر كون بائس لان وقتها ما كانش هيكون فيه كالكولس وبالتالي ما كانش هيكون فيه فيزيكس ولا كوانتم فيزيكس، وكان زماننا دلوقتي الانسان عايش لسه بيولع نار بالحجاره. ده اكتر كون بائس بصراحه، دعم الناس الباشا بتاعنا. صدقني ده مش خيال علمي، الكلام ده مدعوم بالمعادلات الرياضيه المعقده اللي بتقول الكلام ده. ده حقيقه، والمعادلات دي بتقول لنا احنا مجرد قصة من قصة اكبر، احنا مجرد احتمال من عدد لا نهائي من الاحتمالات، احنا مجرد حلقة من سلسلة لا متناهية من الاكوان المتعددة. طب هل الكون خلق نفسه من عدم؟ والله انت لو فكرت في اللي انا قلته هتلاقي ان احتمال وارد جدا يكون الكون خلق نفسه من عدم، ولكن انت هترفض ده والاجابه دي هتزعلك لانك انسان جميل بتحب تحس انك مميز، هرمونات مخك شغاله بالطريقه دي، احنا بنحب نحس ان احنا مميزين وان كل ده مسخر لينا. النظريات والمعادلات بتقول عادي ممكن الكون يخلق نفسه من عدم من غير اي سبب وبطريقه تقليديه جدا، يعني مش حدث كبير، مش حاجه، في زيك كتير، في اكوان كتير جدا. وصدقني دي مش فلسفة، ده مفهوم جديد في الكوانتم فيزيكس، الكون من عدم، الكون من عدم. ولكن بمفهومك التقليدي للعدم ممكن ترفض ده، العدم مش فراغ، العدم هو هالة كبيرة من الاحتمالات. وكمان المعادلات دي بتقول لنا ان في جسيمات بتفرض نفسها او بتتخلق من العدم وترجع تتلاشى تاني مرة اخرى في زمن صغير جدا، وده بقى لاحظناه وقسناه وعندنا المعادلات بتاعته. يعني تخيل في حالة من الفراغ الكبير في جسيمات حرفيا من العدم اتخلقت او اتوجدت ورجعت تتلاشى تاني في زمن صغير جدا، يعني سكون، جسيم اتخلق ورجع اختفى تاني،
حط ده مع ده هيديك الإجابة. يعني العدم هو حالة من الفراغ الكمي، وشكل الاحتمالات دي هو اللي بيخلق الكون، أو هو اللي بيخلي شكل الكون عامل إزاي. يعني الاحتمالات هي اللي بتحدد شكل الكون. طب هل الكون عنده سبب، أو هل في حاجة أكبر من الكون بتتسبب في وجوده؟ ما هو فعلا لو في قدرة على خلق الكون من العدم يبقى السؤال ده ملوش معنى أصلا. ولكن إذا استبعدنا العلم في إجابات بالمعتقدات المختلفة. كل معتقد بيؤمن أو بيرجح بوجود مسبب أو سبب أول. كل الديانات بتقر بقوة أكبر من الكون، بمصمم أول. طب هل ده علمي؟ صدقني دي مش مهمة العلم ولا مهمة الفيزياء. الفيزياء بتحاول تجاوب على الأسئلة العلمية، ولكن إذا ركننا العلم خالص على جنب، فأنا وإنت عارفين إن كل ده لازم يكون فيه مصمم أكبر منه، لازم يكون فيه تدخل، لازم يكون فيه مهندس، لازم يكون فيه إله خلق الكون، إله عنده سبب، إله حط القوانين، إله ليه سبب وغاية في خلق الوجود كله، مش بس الكون ده. ولكن هل العدم عنده الإمكانيات اللي تخليه يخلق قوانين نفسه بنفسه؟ هنا بقى دي فلسفة أبعد ما يكون عن العلم وعن الإيمان. دي قعدة قهوة، 2 قاعدين بيتناقشوا عادي، لكن ده لا علمي ولا ديني. الموضوع أكبر من مجرد فيزياء، ده مشهد ملحمي لكل اللي حوالينا وعالمنا اللي جوانا، ومحاولة لإعادة التفكير في الوعي وفي الوجود وفي العدم، وإننا دلوقتي في مواجهة وصدام مع مفهوم العدم. ولكن إحنا بس بنحاول نفهم، ودي أنسب طريقة ممكن نفهم بيها عن بعض الخرافات وبس كده. ولكن الموضوع لسه ما خلصش، لسه في أدلة كتير ترجح وجود عوالم متوازية أو عوالم متعددة أو أكوان تانية أو أكوان موازية. فاستناني المرة الجاية نكمل موضوعنا وبس كده.